السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله يا ربي. شحال هذه ما شاركت معكم شي حاجه، لان تقريبا ملي رجعت في الصيف وانا مشغوله ومهم بزاف د الحوايج اللي وقعوا. هاد النهار ان شاء الله كنت غنصايب واحد الكيكه، قلت علاش ما نصاوبهاش معكم. هذه كيكه ديال ستاربكس اللي بالحامض وكتجي زوينه صراحه. ما يمكنش ما نمشوش لستاربكس وما ندومونديهاش، لان نكهه الحامض فيها زوين. غادي نحتاج لها. هنا عندي واحد 3 البيضات، هنا عندي نص كاس خليط ما بين الزبده والزيت، هنا عندي حامضه معصره، عصير ديال حامضه، هنا عندي نص كاس ديال الكريم فريش، هنا عندي 200 غرام ديال السكر، عندي كاسونس ديال الفرينه. والفرينه يعني على حسب النوعيه ديالها، لان بعض المرات غير كاسونس كتكون كافيه، بعض المرات قل، بعض المرات كتر، على حسب النوعيه ديال الفرينه. عندي هنايا الفاني، عندي 3 د البيضات، عندي 16 غرام ديال الخماره الحمراء. هنا انايا حكيت 3 ديال الحامضات، هنايا قشور ديال 3 د الحامضات. راه هنايا تقريبا 2 معالق، تقدروا ديروا غير معلقه، انا كيعجبني الحامض فيها. غادي نبدا على بركه الله. انا غادي بغيتو ديروا الضراب اليدوي ديروه، انا غادي نستعمل غير هكا مولينكس. غادي ندير البيض اولا، بسم الله. ندير السوائل هما الاولى، غادي نضربهم مزيان، نزيد الزبده والزيت، غادي نزيد الحامض، نزيد الكريم فريش. هنا غادي نضرب هادو مزيان، وغادي نديرهم في شي جبانيه ولا، ونزيد لهم الدقيق وغادي نزيد السكر. سمحوا لي، ندير السكر ضروري باش يتضرب حتى هو، وسكر الفاني. غادي نضرب هادو وغادي نرجع باش نزيد الدقيق. هذا بغيتو ديروه طحنوه، انا كيعجبني يبقى شي شويه. غادي ندير غير شويه ونخلي شويه هكذا باش نزيدو بلاتي، باش نحس فيه يبقى داك النسمه ديالو. هنا بعد ما طحنت السوائل غادي نزيد داك الحامض اللي خليت، قشور الحامض. هذا تقدروا تطحنوه كامل، غير شنو انا كيعجبني نلقى دوك هاد الزيست هذا، يعجبني نلقاه في الكيك. صافي غادي نزيد دقيق. كي قلت لكم راه الدقيق نقدر نزيد نقدر ما نزيدش. هنا غادي نزيد الخماره، كلشي مغربل. صافي وغادي نخلطها. هيا هنا بعد ما خلطتها غادي نستعمل هاد المول هذا اللي دهنته ورشيته الدقيق. والفران غادي نديرو على 100. المهم انا دائما الفران حتى كندير الكيك عاد وكنشعلو 150 160 درجه، ما كندوزهاش. غادي ديرها طيب ونرجع نوريكم الشكل النهائي ديالها. المهم هي الكيكه بعد ما وجدات، انا راه طفيت عليها وخرجت نسيتها، كنت غادي نحيدها من الفران وخليتها فيه. مشيت قضيت المهم مشيت خربق كان خاصني وخليتها تما حتى جيت وجبدتها، لقيتها شويه بغات تقسح. المهم التزيين بعض المرات كنخليها غير هكذا، وبعض المرات كنطليها بالكونفيتور وندير فوقها نواد كوكو، وبعض المرات المهم كندير فوقها الحامض، لان كنحماق الحامض فوقها. هنا عندي واحد الكاس ديال السكر، وغادي ندير فيه واحد المعلقه ديال الكريم فريش ولا الحليب اللي بغيتو. انا مع هذه حليتها. غادي ندير كريم فريش وغادي نزيد الحامض
المهم حتى كتولي لكم كريمه، كيولي لكم كريمه هاد السكر. وبطبيعه الحال اللي ما كيبغيش السكر، اللي ما فيهش اللي فيه السكر ولا ما يديرش هاد الكريمه. انا كتعجبني، ما كنديرهاش مره على حساب السكر. هاد الكريمه كما قلت لكم الاغلبيه كنخليها هكذا ناكلوها، ومنين كيكون هكذا السكر راه كنقصو. ما كنكثرش السكر صراحه. لا في اتاي القهوه كنشربها بلا سكر. اتاي المهم كندير واحد الكميه قليله فيه. خلطها مزيان. بغيتوها كريمه مطلوقه راه كتزيدوا فيها الحامض والحليب ولا الكريمه. بغيتوها يعني تكون شويه عاقده، ما كتكثروش فيها. نزيد فيها غير شويه الحامض صافي. غنزيد فيها كامل هذا. هنايا هاد الحامض نص حامض عصرته هنا، ودرت معلقه ديال كريم فريش وكاس ديال السكر. صافي ها هي هذا القوام هذا هو اللي غادي ندير. صافي غادي نخوي عليه. وغادي نقطع واحد طروس وحداكم. ها هي كي كتجي من الداخل كتجي زوينه، وحتى في المذاق كتجي زوينه بزاف. كنتمنى تعجبكم الكيكه ديال هذا النهار، والى اللقاء مره اخرى ان شاء الله.